في شيء قاعد يتراكم، مو دفعة واحدة ولا بشكل واضح. شيء صغير ما تعطيها انتباه أول مرة، تحسبه تعب، تحسبه ملل، تحسبه يوم عادي. لكن مع الوقت تحس إن فيه ثقل ما كان موجود. الغريب إني ما حسيت فيه يوم، حسيت فيه شوي شوي. كل مرة أقول بكرة أرتاح، وبكرة يجي وما يتغير شيء. يمكن لأن الراحة مو دائما حل. أحيانا الراحة تخليك تلاحظ، وأنا ما كنت أبغى ألاحظ. كنت أبغى الأيام تمشي بسرعة بدون ما توقف عندي. لكن الأيام ما تمشي كذا، هي تمشي وإنت تشيل معها أشياء ما تنتبه لها. اللي قاعد يتراكم مو إحساس واحد، هو أشياء صغيرة، كلمات ما قلتها، قرارات تأجلت، لحظات عديتها. ولا واحدة منها كانت مشكلة، بس كلهم مع بعض صاروا ثقل. الثقل هذا ما يوجع، هو بس يخليك أبطأ، أبطأ في التفكير، أبطأ في الرد، أبطأ حتى في الفرح. ويمكن لهذا السبب أنت ما تنتبه له إلا متأخر. تحسب نفسك هادي وأنت في الحقيقة مثقل. اليوم حاولت أفتش متى بدأ، ما لقيت نقطة واضحة، ويمكن ما لها نقطة، يمكنها بس نتيجة تأجيل طويل. التأجيل شكله بسيط، بس لما يطول يصير وزن، وأنا صرت أحس بهالوزن في أشياء ما لها علاقة ببعضها. هذا اللي يخليك تعرف إن الموضوع مو يوم ولا موقف، هو تراكم. لهذا سجلت، مو عشان أفضفض ولا عشان أرتاح، بس عشان أوقف شوي وأنتبه. يمكن الانتباه ما يشيل الثقل، بس يخليك تعرف إنه موجود. بوقف التسجيل الآن.